القصة ديالنا اليوم حول مراد شاب مغربي عاش في مناطق جبلية بعيدة عن المدينة نوعا ما، ولكن عاش في وسط واحد الأسرة اللي هي ثقافة مغربية أصلية كما كنقولوا. عاش مع الأب ديالو والأم ديالو وأخت ديالو الصغيرة. مراد من الصغر كان كيمتاز بالذكاء ديالو في المدرسة، خصوصا الابتدائي كان كيجيب نقاط اللي عالية بزاف. كان معروف في المنطقة ديالهم بلي هو واحد الدري اللي مربي وذكي كذلك، كيساعد الناس، عاش حياته طفولة عادية بحال جميع المغاربة تقريبا في التسعينات. مراد من بعد ما جاب نقطة عالية في البكالوريا قرر أنه يمشي يكمل الدراسات ديالو في الجامعة. هنا الأب ديالو ما قاليش لا، بالعكس هو ساعده، وحتى واحد القطعة من الأرض كان كيكسبها باعها باش أنه يساعده ماديا وصيفط ولده يقرأ في المدينة. الجامعه اللي مشى ليها مراد بطبيعه الحال ما كيعرفش بزاف الناس وما مشاوش معاه ولاد المنطقه ديالو، فمشى بحالو بحال جميع المغاربه من الاسر المتوسطه، عنده فلوس كيدوز الشهر ديالو، كيجيب النهارات ديالو، كيقرا مزيان وكيحاول يقلب في نفس الوقت على خدمه اللي غيساعد بها راسو وفي نفس الوقت يقرا. بالخصوص ان الاب ديالو في واحد الحاله مستوى متوسط، فهنايا بدا كيفكر دائما انه يقلب على خدمه ويركز على قرايته في نفس الوقت. وهو كما قلنا كان عنده واحد الذكاء كبير ما شاء الله اللي خلاه انه يتوفق في الدراسه. مراد كانت عنده واحد البليه ديال الراديو، كان عزيز عليه يسمع الراديو في الليل ويسمع يتصنت البرامج الليليه ويشد بهم الوقت حتى كيديه النعاس، خصوصا انه كان كاري واحد البيت بوحدو وسط دار فيها بيوت كيكريو فيها الطلبه او الناس اللي خدامين، وزائد انه ما كانش عنده معارف بزاف والناس اللي كيعرف، فيلاه بدات القرايه. الحب ديالو البرامج اللي كدوز في الراديو خلاه انه يتعلق كذلك باللايفات، اللايفات اللي كيدوزو في مواقع التواصل، وانتم عارفين الموقع اللي فيه اللايفات بزاف. ولا كيدخل وكيلقى الراحه ديالو كيستانس بهم في الليل وكيبقى يسمع لعباد الله حتى كيديه النعاس. واحد الليله من الليالي وهو كيقلب في اللايفات وكيدور حتى كيسمع واحد العدد ديال الناس مجموعين ودايرين لايف وكيهضروا بعضياتهم في مواضيع اللي هي روحانيه. المواضيع الروحانيه بالنسبه لمراد هي كانت غريبه عليه. هو قرا في المسجد في الصغر كما كنقولوا وتعلم القران وعاش في واحد المنطقه اللي كيكونوا الناس ملتزمين بزاف، وحنا كنعرفوا الناس اللي كيكونوا في المناطق الجبليه فهما تقليديين اكثر من الناس المدينه. فهو كان فاهم شي امور ولكن بعيد على مجال الروحانيات. هاد الجروب اللي لقاه هو في اللايف بقى كيسمع ليه في الليل حتى داه النعاس، عجبو الهضره اللي كيهضروا بعضياتهم ولقى راحته. لا غد ليه كذلك نفس الامر، بغى ينعس دخل ولا كيدخل لايفات عوض الراديو وكيقلب بالضبط على اللايفات اللي فيهم هاد المواضيع. على ما كيقول مراد انه لاحظ واحد الامر غريب، هو في اللايفات مازال ما كيفهمش بزاف الامور من غير انه ناس كيتناقشوا بعضياتهم وهو كيسمع ليهم، الى انه كيدخلوا بعض الناس اللي هما ضيوف وكيبقاو يسولوا بعض الاسئله اللي كتعلق بالروحانيات، اما كيكون عندهم مشاكل او لا هما كيبغيو حتى هما يتعاودوا بعضياتهم. هو كيجلس وكيسمع بزاف وبالذكاء اللي عطاه الله كان كيحلل بواحد الطريقه في شكل، وعجبو الاجواء اللي لقى في دوك اللايفات والحماس والموضوع بالضبط بالخصوص، ولكن في نفس الوقت كان كيحلل بواحد الطريقه اخرى. من بعد اشهر قليله مراد تأزمت عنده الامور الماديه، خصوصا انه الاب ديالو في واحد الفترات كيكون مزير رغم انه كيساعدو، وانما الدراسه اللي كانت عليها بعد كانت صعيبه عليه نوعا ما، فكان خاصو انه يقرا ويخدم في نفس الوقت. المشكل هو انه ما لقاش واحد الخدمه اللي يقدر يوفق بها ما بين قرايته وما بين الخدمه ديالو. هنايا واحد النهار جالس في القهوه كما العاده، شاد بيسي ديالو خدام بالويفي حتى كيدخل النيت في اللايفات وجلس كيسمع للناس. طاح عليه واحد الفكره اللي هي بسيطه بزاف، علاش انا ما ندخلش حتى انا ونبقى نهضر مع هاد الناس، ناخذ منهم معلومات، نولف كيفاش كيهضروا مع عباد الله ونكتسب منهم مهارات ونزيد نتعلم راسي، ونحل واحد المجموعه او لا صفحه خاصه بالروحانيات وندير لايفات حتى انا وبقاو يدخلوا عندي عباد الله ونهضر معاهم. ولما لا نبدا ناخذ انا الهدايا في اللايف ونقدر نخدم حتى مع الناس. هنايا الفكره اللي جات عند مراد خلاته يتحمس انه يطبقها على ارض الواقع. الخطوه الاولى كان خدا واحد الصفحه اللي كانت اصلا عندها واحد المتابعين بثمن قليل، وهنايا بدل ليها الامور كامله التصاور والفيديوهات وبدا كيحط وهو يتشجع واحد النهار انه يدخل في اللايفات الاولى كانوا عنده جد بساط، خصوصا انه ما كانش عنده مهارات كبيره في هذا المجال هذا، ما كانش عنده مصطلحات كثيره، كان كيفهم بعض الامور اللي هي بسيطه، وهذا الشيء كيخلي الناس انهم ما يدخلوش عنده وما عندوش كذلك المتابعين. فقرر انه الخطوه الثانيه اللي خصو يدير خصو يتخصص بعض الشيء في هذا المجال. واحد النهار من النهارات العاديين كيف ما العاده كيمشي يشوف الاهل ديالو السبت او الاحد وكيرجع يكمل الدراسه ديالو. حمل بعض الكتب اللي لقاهم في الانترنت اللي كيتعلقوا بالروحانيات وبدا كيتعلم من الاساسيات.
السيد بدا كيتعلم الحروف والجمل، بدا كيتعلم الاساسيات ديال الروحانيات، كيفهم ما هو الجن، ما هو العالم الاخر. يعني بدا بالترتيب وبالتسلسل وكيفهم، ولكن ما عمره طبق، يعني كياخذ فقط المعلومات الاوليه. وهو كيتعلم وكيدرس هاد الامور هادي، في نفس الوقت باقي مستمر في اللايفات اللي كيفتح، رغم انه ما كانتش عنده واحد الامكانيه كبيره والجمهور اللي هو كبير، ولكن ولا كيتفتح مع هذا المجال ولا كيفهم فيه الامور. وكذلك كان كيركز على واحد النقطه حساسه. النقطة الحساسة اللي كان طاح عليها مراد في هذا الشيء كله هو اللعب النفسي، انه كيتلاعب نفسيا بالناس. لانه لاحظ مثلا كيدخل في اللايف واحد الانسان وكيطلب من الانسان الاخر بانه يشوف ليه شنو المشاكل اللي عنده روحانية. فالطرف الاخر اللي هو الروحاني هنايا كيقدر يدير واحد التلاعب نفسي بسيط، اللي هو مثلا كيقول لك انت عندك واحد الحاجه اللي زوينه او لا خير، وانت كتقول وكتوافق عليها، لانه بطبع الانسان كيعجبو انه يحس براسو فيه حوايج زوينين. مثلا كيقول لك فلوسك ماشي ديالك، يعني انت كتصرف على الناس وفيك الخير. هنايا كتقول الانسان واحد الحاجه اللي هو في الاصل كيبغي يسمعها، فكيوافق وكيقول لك كذلك كيقول لهم بعض الامور اللي ممكن توقع لاي واحد. مثلا كينعس عليك جهه اليمين، او لا كيضرك الراس في جهه اليسار، او لا كتحس بالتنمل. هاد الامور اللي هي كتوقع لاي انسان، يعني ما محتاجش واحد الانسان اللي مريض بمرض روحاني. هو اكتسب وتعلم هاد الطريقه باش انه يصطاد بها الناس وسط اللايف. ففاش كيدخل عنده شي واحد فكيبدا غير يجيب فم ويقول ويحط، والناس كيامنوا كيقولوا لي بصح النيت كاينه، رغم انه ما كانتش عنده امكانيه كبيره وبزربه الناس كيهربوا، ولكن بدا كيحس وكيلقى الفلوس في هذا المجال من غير التلاعب النفسي اللي كما قلنا دابا. مراد اصلا عجبو الحال وعجبو هذا المجال هذا، وبالخصوص انه واحد الفتره طويله تعلم فيها الاساسيات. هنا بغى ينتقل وجاه الحماس باش انه علاش لا ما يجربش في هذا العلم، علاش لا ما يشريش القلم ويكتب في الوراق حتى هو ويشوف شنو غيوقع كاع. لانه كان مصدق وعارف، ولكن في نفس الوقت ما كانش مجرب. وهنا فين غيحط رجليه في الوحل، وهنا فين غيبدا الغرق ديالو الحقيقي. الخطوة الأولى اللي اتخذ مراد في الطريق ديالو في العلم الروحاني هو أنه بغى يطبق مباشرة، يعني الأساسيات ولا كيملكهم ولا كيفهمهم. فعلاش لا مشى جاب ورقات ومشى جاب السماق ومشى جاب الأمور اللي خصها تكون عنده. عرف بأنه خصو يدير أولا تحصينات بالقرآن ويقرأ ويصلي في الوقت، وكذلك خصو بعض الشروط اللي بدا كيطبقهم وبدا كيفهمهم. المشكلة ديالو في هذا الشيء كامل هو أنه دخل العلم واحد الباب اللي ماشي سهل، لأنه ما كانش عنده شيخ اللي غيوصل ليه الطريق واللي غيوريه ما بين الصواب وما بين الخطأ. هنايا خلاه يهجم بجوج رجلين كما كنقولوا ويطيح في المشاكل. فالبدايات ديالو كانت بسيطة في الأيام الأولى. هو من بعد كان عارف أنه يحسب الحروف ويحسب الكواكب ويعرف النهارات اللي خصو يدير فيهم الأذكار والأعداد ديالها وكل شيء بالتفصيل. ولكن كان غلط في واحد الأمر بالخصوص، هو طريقة التحصيل ما كانش عارفها 100%. كان كيعرف طرق تحصيل جد بسيطة واللي ما كتكونش خدامة مع الأمور اللي كتكون كبيرة نوعا ما، عندها أنواع تحصينات مختلفة. فالغلط الاول اللي غيدير هو انه غيقرا واحد الكتاب اللي كتب فيه انه للناس المبتدئين في هذا المجال، ولكن ذاك الكتاب ما كانش كيعطي بصح نيت الامور البسيطه، كان كيحط امور اللي هي خطيره منها الاستحضار. وهو في الليالي الاولى ما كانش وقع عليه حتى حاجه، يعني من بعد ما كيدير واحد التحصيل بسيط كيبدا يكتب وكيجرب، كيكتب بالقلم وكيطلق يديه على بالو ما عنده ما يوقع، يعني على بالو هو فقط غير يتعلم وفي نفس الوقت يطلق يديه باش يجي واحد الانسان اللي هو مريض يقدر ولو انه يكذب عليه ويقول لي انا درت لك واحد الخدمه روحانيه ودرت لك العلاج، فهنا خصك تصيفط لي الفلوس ديالي. هو هادشي اللي كان ناوي في العقل ديالو، خصوصا انه الكتوبه اللي كيطالع عليهم دائما مكتوبه في المستوى الاول ماشي خايبين. ولكن هذا الكتاب اللي قراه مولاه عن عمد وعن قصد، ودار فيه امور اللي هي معقده جدا وما تصلحش للناس اللي في بدايه الطريق. وهذا الشيء اللي كان كيغفل عليه مراد، بحيث من بعد الاسبوع الاول ديالو في مسد اللايف كيحاول انه يقضي الامور ويكتب كما قلنا ويرسم الجداول بدون ما يدرك ما وراء داكشي كامل اللي واقع. واحد الليله من الليالي كما كيعاود مراد، واللي حاول انه يدير فيها واحد الاستحضار ديال الجن بدون ما يكون عارف العواقب ديالها. فاللي ناض دار هو انه جاب واحد المرايه وعلى بالو انه غيكتب في ديك المرايه بعض الجداول وواحد الحروف واحد الرموز وغيشوف فيها بواحد الطريقه، وهنايا غيحاول يدير استحضار القرين ديالو او لا تواصل. ولكن هو علاش حاول يدير هادشي؟ على ما كيقول مراد بانه الخطوه الاولى اللي فكر فيها هي استحضار القرين اللي كيخليه يتواصل مع اي انسان طلب واحد الحاجه.
مثلا جا عندك واحد الانسان وقال لك انا بغيت نعرف شنو عندي، فهنا القرين ديالك كيتواصل مع القرين ديالو وكيقول لك انت الامر اللي كاين واللي مخبي عليه. فهذا الامر الاول اللي حاول يديرو ما كانش عارف العواقب والخطوره ديالو، وبانه ناس اللي كيكونوا متمرسين وكيخافوا انهم يطبقوه، فهو بدون درايه حاول يطبق داك الشيء قبل الفجر بلحظات قليله. من بعد لحظات قليله فاش دار داكشي اللي خصو يدير في المرايه وكتب فيها وبقى كيشوف فيها حتى كيبان ليه الوجه ديالو كامل كيبتسم. هو كيشوف في المرايه عادي ولكن الوجه كامل كيبتسم والفم ديالو كيتحرك بواحد الطريقه، وحتى من العينين ديالو كيتغيروا الالوان ديالهم. في ديك اللحظه هرس المرايه بدون ما يشعر بالخوف، القلب ديالو كيزدح وهرس المرايه. وهنا الخطا الثاني اللي غيوقع ليه انه هرس المرايه في لحظه الاستحضار، وهنايا فين غتبدا العواقب كتمشي ليله ورا ليله بدون انه يشعر وكتفاقم عليه. الليالي اللي بدا كينعس فيهم من بعد مراد ما بقاوش بحال نفس الليالي اللي كان فيهم قبل، ما بقاوش نفس الاحلام، ولات عنده الاحلام كامله كتعلق بعالم الجن، الرؤيه اللي كيشوف والامور والصور اللي كانت خايبه، لدرجه انه ما بقاش كاع باغي ينعس واحد الوقيته. هذا الشيء خلاه انه الدراسه بدا كينساها بواحد الطريقه اللي ما تصوروش، لدرجه انه النقاط اللي جا في الدورات الاولى والثانيه كانت بزاف هابطه مقارنه مع الذكاء اللي قلنا كان عند داك الدري. هذا الشيء كامل كيتعلق بالمشاكل اللي وقع فيهم سواء النفسيه والضغط النفسي سواء الامور اللي ولا كيشوف. الصراحه اللي كيقول مراد انه ولا كيربح فلوس وفلوس كثيره، بالخصوص من بعد المحاوله الاولى اللي دار في المرايه لاحظ بانه الحياه ديالو بدات كتحسن بواحد الطريقه غريبه، لدرجه انه من بعد داكشي مده قليله لايفات ولاو كيدخلوا لهم الناس بواحد الطريقه اللي ما تتصورش، والناس ولاو كيتواصلوا معاه وكيعطيو الطلبيات ديالهم وكيدير معاهم خدمات اللي هي خدمات غير نصب فقط لانه مازال ما تمكنش من العلم، ولكن في نفس الوقت كيحاول يطبق، يعني كيدير الانسان بعض الجداول وبعض الامور حسب الخدمه ديالو رغم انه ما كانش كيتقنها. وهذا الشيء هو اللي خلاه انه يدخل العلم بشوي بشوي بدون ما يشعر. مراد ولا كيمشي عند والديه وكيدي في يديه الكادويات وكيمشي عامر عندهم ولابس مزيان، البيت اللي كان عايش فيها صغيره بدلها ولا عايش في دار كبيره، يعني الامور تحسنات، وحتى القرايه ولا عطيها اتساع بمسافه كبيره بزاف، فلوس عماو ليه عينيه. في واحد اللايف من اللايفات كيدخل عنده واحد الانسان وكيقول ليه انا الشيخ المنصوري وبغيت نتواصل معاك استاذ. هذا الشيخ المنصوري كيقول لمراد استاذ، كيفاش ولا يعقل انه هذا الانسان شيخ متمرس كيقول لمراد هذه الكلمه هذه، تواصل معاه في الخاص، بقاو كيهضروا بعضياتهم. هذا الشيخ المنصوري قال لي انا واحد الانسان شيخ وساكن في واحد المنطقه وبغيتك نتعرف عليك ونزيدوا ناخذوا من بعضياتنا العلوم نكتسبوهم. هذا الشيخ المنصوري على باله مراد واحد الانسان اللي متمكن بزاف، ومراد استغل هذه النقطه بالضبط ديال انه هذا الانسان يقدر يزيد يعلمني ويدخلني في هذا العلم هذا، علاش لا. فتفاهم مع هذا الشيخ وقال لي انا عايش في المكان وفلاني، اي وقيته احتاجتيني دوز عندي انا نعاونك وانت تعاونني، خصوصا انه هذا الانسان ماشي متمكن في الانترنت وعالم اللايفات، فهو عجبو مراد باش انهم يكملوا بعضياتهم. مراد قال لي علاش لا مرحبا وان شاء الله ما يكون غير الخير، وخلاو الامر في هذه النقطه هذه. من بعد ايام قليله هذاك الشيخ كيعاود يكرر انه يرجع عند مراد ويصيفط ليه الرسائل، يعني بحال كيضغط عليه او لا كيحاول يقول ليه فوقاش غتجي انت ما بقيتيش باغي تجي ما بقيتيش باغي تبان عندي. ومراد كيحاول ما امكن انه حتى يلقى الوقت المناسب وغيمشي. يعني هذا الشيخ المنصوري بالنسبه لمراد واحد الانسان عادي جاي كيسول ولكن ما غيقضيش حاجه وما فيش فلوس، فهو خلاه جانبا. ولكن الشيخ المنصوري كان كيأكد عليه وكان باغي يتلاقى مع مراد. واحد النهار كما العاده كما قلنا لكم كيترجع عند عائلته باش يشوفهم واحد النهار ولا يومين، وكيرجع كذلك للمدينه باش يكمل قرايته. النهار اللي كان غادي فيه وشاد الكار في الصباح بكري باش يوصل عندهم ولين دارهم في الصباح ويجلس معاهم دوك اليومين، جلسات حداه واحد المراه في الكار وشاده واحد الوليد صغير في يديها وكتهضر معاه. هو كيحاول ما امكن ما يتواصلش مع هاد السيده ولكن كيجاوبها، يعني امور معقوله، شكون انت ولدي الله يسهل عليك باينه فيك انسان ولد الناس. فهو كيقول هي شكرا وكيرجع كيدير لي زياد ديالو في الودن باش يرتاح، هو خصو غير يسالي الطريق يوصل عند والديه يشوفهم ويرجع. واحد الوقيته تا كيسد عينيه وهو كيسمع لي زياد ديالو، كيحس بهذيك المراه وقفات عنده جايه عنده باش تقجو، يعني لاحت داك الولد الصغير اللي في يديها وجايه باش تقج مراد. ديك اللحظه كيحل مراد عينيه هو مفزوع، كيدور كيلقى حتى واحد حداه، عيط على الكريسو اللي تما قال ليه السيده اللي كانت هنا فين مشات هي والولد. الكريسو تبسم وقال ليه ما كاين حتى واحد، شنو هادشي اللي كتقول؟ قال ليه لا ولكن واحد السيده. قال ليه لا خويا ما كاين حتى واحد حداك، وتا من الكار راه النص اللي كاينين فيه الناس راه ما عامرش كامل.
هنا مراد زاد تخلع اكثر وعرف بانه الامور ولات شويه صعبه. كيفاش كيشوف واحد المراه حداه وكتهضر معاه وفي الاخير واش هادشي غير تخيلات. ما علينا، مراد كمل السفر ديالو كما العاده وما بغاش يبين لعائلته الخوف، لانه فاش كيمشي عندهم كيفرحهم وكيفرحوا به، وتا هما فاش كيسولوه كيجاوبهم عادي: الحمد لله انا كنقرا وكندبر على راسي. باه كيقول ليه: غير حاول تقرا اكثر ما انك تخدم، لانه الفلوس غيجي واحد النهار، ولكن الذكاء ديالك اولدي ما تضيعوش، قرا وكمل قرايتك. مراد كيقول ليه: ما عندك علاش تخاف، حاليا في هذا الجيل ديالنا الفلوس ممكن نجيبوهم وحنا غير جالسين، فما تخافش انا راني كنقرا مزيان. ولكن الرعب باقي في القلب ديالو، خصوصا هذا الشيء اللي شاف، ومن بعد المشكل ديال المرايه اللي وقع ليه هنايا مراد تغير بنسبه كبيره. فمن بعد ما غيرجع للدار اللي هو كاري فيها، ما غيقول غير حاجه وحده بينه وبين راسو: علاش ما نمشيش ونتوجه عند داك الشيخ المنصوري اللي هو اصلا شيخ وعنده في هذا العلم هذا، وانا كواحد الانسان مبتدئ ممكن ينفعني هذا السيد هذا، وفي نفس الوقت نحكي ليه الامور اللي وقع ليا ونعلمه ويعلمني، وكما كنقولوا يكون على سلة شيخ ديالي. فهنايا رجع انه يفكر باش يمشي عند الشيخ المنصوري، وداك الشيء اللي دار. واحد الصباح شد الطريق ومشى نيشان للدوار فين كاين الشيخ المنصوري في واحد البلاصه بعيده. هذا الشيخ المنصوري كان ساكن جهه واحد السيد او لا واحد الضريح كما كنقولوا، وكانت عنده واحد السمعه اللي هي زوينه، وكان معروف انه كيخدم روحانيات، واحد الانسان اللي محترم، راجل كبير وما عندوش المشاكل. فغير اللي مشى كيسول عليه فين كاين فلان كيقولوا ليه راه هو، سير توجه عنده. هاد السيد ساكن في عالم معزل على عباد الله، وفي نفس الوقت ساكن في واحد الدويره اللي هي نقيه وتقليديه بزاف، وعنده واحد البيت ديالو خاصه به فين كيخدم، عايش غير بوحده. مع دق عليه الباب كيخرج عنده الشيخ المنصوري كيعرفو في وجهه، رغم انه مراد كيقول باللي في المواقع التواصل ما كاش كيبان بالوجه ديالو، كان كيدير فقط اللايفات والصوت. ولكن هاد الشيخ المنصوري عرفو في البلاصه، سلم عليه وضحك معاه وضيفه وقال له مرحبا بك، وجلسوا عنده وسط الدار كما العاده، داروا دكه ديال اتاي وجلسوا مجموعين باش يتعرفوا على بعضياتهم. الشيخ المنصوري من بعد لحظات كيضحك وكيشوف مراد وكيقول ليه: كي جاتك المراه اللي جات عندك في الكار؟ كيفاش المراه اللي جات عندك في الكار؟ هنا مراد جاتو واحد الدهشه وغرابه، كيفاش هاد الهضره هادي؟ بقى كيشوف فيه وما لقى ما يقول. الشيخ المنصوري بقى كيضحك معاه وقال ليه: انا درت لك واحد الارسال انني حاولت نخليك توهم بواحد الانسان معاك باش نخليك تجي عندي، لانه انت من بعد مده طويله ما عاودتيش تواصلتي معايا، انت واحد الانسان متمكن انا عارف، ولكن ماشي لديك الدرجه، وانا شيخ اللي متمكن ولكن ما عنديش الفائده ديالك في الانترنت وبالخصوص في هذه المواقع التواصل، وانا تواصلت معك مره وجوج وثلاثه، فاش ما فكرتيش فيا من بعد انا اللي درت لك هذا الاستحضار او هذا الارسال هذا باش نخليك توهم هذا الشيء وتجي عندي. هنايا مراد تعجب بزاف وعرف راسو بلي كاينين ناس متمرسين ما يبانش قدامهم في هذا المجال في مره واحده، بقى غير كيشوف وما فاهمش وما لقى ما يقول. هاد الشيخ المنصوري ضحك معاه وقال لي: كمل الدكه ديال اتاي ديالك وغنضربوا دوير انا وياك في هاد الجبال وهاد المناطق، وتدوز معايا شي ايام وغتعرف الخبايا د هاد العلم والاسرار ديالو، بشرط واحد: انا بغيتك تدخلني معاك في اللايفات، وكذلك دير لي انا واحد الصفحه وتخليني نتشهر كيما انت مشهور، والجانب ديالي انا ما تسالني غير نوريك الاسرار الحقيقيه اللي انت مازال ما عارفهمش. اول حاجه دار الشيخ المنصوري هي شد مراد من يديه وقال ليه: زيد معايا. غيدخلوا للضريح، والضريح حنا كنعرفوا كيكونوا فيه ناس بزاف، ناس اللي كيحسوا براسهم وكيقولوا على انهم مسكونين بالجن او لا ارواح شريره، ناس اللي كيديروا مشاكل وكيديروا امور اللي هي خبيثه وشعوذه وبلا ما نهضروا عليهم، وكاينين الناس اللي هما فقط روحانيين في الاصل كيمشيو وكيجلسوا ويذكروا الله ويدعوا مع داك السيد اللي هو مقبور تما. فهذا الموضوع حساس ما بغيناش نهضروا عليه ديال الضريح، ولكن الشيخ المنصوري حاول انه يدي معاه مراد لهاد البلاصه هادي ويوريه الاشكال ديال الناس اللي كاينين تما، ويشرح ليه ويوضح ليه انه هذا الانسان هذا مثلا فهو عنده واحد الجن كيتملكو لداخل في الجسد، هذا الانسان هذا فهو فقط مسطح حمق عقليا ما عنده حتى مشكله، كيتسد بالسلاسل وكيداويوه، يعني كيشرح لمراد الخبايا د هذا العلم وكيفاش انه يعرف الناس. كذلك هضر معاه على الامور الاولانيه اللي قلنا ديال المرايه اللي وقعت ليه وشرحها ليه. هنايا الشيخ المنصوري صراحه تخلع، الانسان اللي متمرس ومتمكن ما لقى ما يقول، قال لي: درتي خطا كبير، لانك في اللحظه اللي بديتي كتكتب في المرايه باش انك دير استحضار القارين ديالك وتسني معاه واحد العقد باش يتواصل معاك، انت هرستي كل شيء في النص ديال الطريق، يعني حتى من القارين ديالك العوض ما يتواصل معاك خليتيه في نص الطريق يولي تايه عليك. وهنايا اي واحد بحالي ساحر او متمكن يقدر يتلاعب بالقارين ديالك ويقدر يدير لك اي حاجه، فانت خاصك ولا بد ترجع انك اما
تحيد هذا الموضوع من البدايات ديالو، او لا تكمل نفس الامر اللي درتي ديك الليله، لانه هادشي اللي غادي فيه ما هواش. هنايا مراد ما عارفش، ما فاهمش مزيان، عنده علم ولكن علم بسيط، فما كان عليه الا انه يتيق الشيخ المنصوري اللي وقع من بعد يومين او ثلاثه. وكاين مع الشيخ المنصوري وكذلك مراد في نفس الدار، كياكلوا كيشربوا كيضحكوا كيتعاودوا، كيحاول يشرح ليه الشيخ المنصوري بزاف الامور. هنا الشيخ المنصوري غيقول ليه غنكملوا الخطوه اللي درتي واللي غتكون، قال ليه طلق يديك، وبقى كيكتب ليه بعض الجداول في يديه بالسمق والقلم، وكيكتب ليه كذلك بعض النجوم في الجبهه ديالو، وكيقول ليه غير طلق راسك باش نديروا استحضار القرين ديالك ويرجع يدخل في الطاقه اللي كان فيها، لانه القرين ديالك دابا راه هارب عليك. هنا مراد ما كانش عارف بانه يعطي راسه تضحيه للشيخ المنصوري باش انه يتحكم به بواحد الطريقه، لانه مراد ما يبقاش يقول لا، يبقى يقول غير في اي حاجه قالها هذا الشيخ المنصوري. وداكشي اللي كان ديك الليله كامله ما كينعش فيها مراد، كيحس براسو الليل كله كيحلم باللي متسلسل في يديه وفي رجليه، يعني تحكم بنفسه ما بقاش. والشيخ المنصوري داكشي اللي قصد انه يتحكم فيه بطريقه روحانيه متميزه، لانه كما قلنا في الاول السيد متمكن بزاف في هذا المجال. مراد رجع للدار ديالو العاديه، رجع كيفتح اللايفات مره اخرى، وكيخلي انه الشيخ المنصوري يدخل معاه في اي لايف وكيهضر معاه وكيحاول يتواصل هو وياه باش يخلي المتابعين يبغيو هذا الشيخ المنصوري. كذلك الا جاتو واحد الخدمه في هذاك اللايف فكيقول لهم عندي الشيخ ديالي اللي متمكن اكثر، فكاع الخدمات اللي ولاو كيجيو كيصيفطوهم للشيخ المنصوري بدون انه يدرك الواقع اللي كاين هو فيه. وكذلك الشيخ المنصوري هو اللي كياخذ الفلوس، كياخذ الفلوس ديال اللايف، الفلوس ديال الناس، وكيعطي المراد البقشيش كما كنقولوا، ارقام قليله وارقام كبيره كياخذها الشيخ المنصوري، ومراد فقط ساكت وكيقول ليه غير واخا يعني هو انسان عادي في الحياه ديالو، ولكن الحاجه اللي كيقول ليه الشيخ المنصوري يديرها فكيديرها بدون ما يناقش، ما كيشعرش براسو، ما كاين غير واخا شيخ، نعم شيخ اللي بغيتي يا شيخ نديروه. ومراد حتى الازمه ولات كترجع ليه بفلوس الكرا ديالو اللي كان كيكري ديك الدار ودوك الحوايج اللي كيبدل ما بقاوش عنده. يعني السيد كلا العصا من الجانب المادي، اما الجانب النفسي خلاص ما نهضروش عليه. الجانب النفسي كيقول مراد بانه تدمر في خطره واحده. واحد الليله من الليالي كيف ما العاده وهو حال لايف ومع الشيخ المنصوري، كتواصل معاهم واحد السيده اللي كتقول لهم انا سميتي عبله، او واحد المراه اللي مات الزوج ديالي وعندي واحد البنيه صغيره اللي هي من الناس اللي عندهم واحد الاعاقه، ولكن هي الحمد لله بخير عليها ماديا وما محتاجه حتى واحد. الغريب في الامر عند هذه المراه اللي سميتها عبله واللي قالت لهم في ذاك اللايف من بعد ما قالوا لها دوزي عندنا الخاص وتواصلوا معها، انه الزوج ديالها مات بواحد الطريقه اللي هي غامضه نوعا ما، وخلى الورث من وراه اللي هي خداتو بوحدها، ما كانش عنده خوتو فاستفدت منه وطورات من المشاريع ديالها. ولكن على ما كتقول مؤخرا البنت ديالها اللي عندها واحد الاعاقه ما بقاتش كتنعس مزيان، ما بقاتش مرتاحه، وحتى هي كيجيوها احلام وتهيؤات بانه الزوج ديالها وقع ليه شي مشكل، او لا الزوج ديالها تقتل ما ماتش عادي. وقالت لهم بانني انا ثقت فيكم مده طويله كنسمع لكم وانتم ناس متمكنين، وحتى الا بغيتو تجيو عندي للدار ديالي او الفيلا فمرحبا بكم، ها العنوان ديالي ما يخصكم خير، انا الاهم والاساس هو انني نخرج من هذا المشكل والوضع اللي انا فيه. داكشي اللي كان مراد والشيخ المنصوري توجهوا للفيلا ديال هاد السيده، لقاو عندها العساس والزوجه ديالو اللي هي خدامه في نفس الدار، عندهم واحد الدويره صغيره او لابيت في الجرده، وهي عايشه بوحدها في هاد الفيلا هادي. جلست معاهم ورحبت بهم، عطاتهم كاس داتاي، خلات لهم حتى حاجه يعني من الجهد ديالها. الاساس عندها هي انه تفك المشكل. الشيخ المنصوري وهو ومراد ما يعطاو حتى حاجه من غير انه خصهم يرجعوا ويجيبوا الامور اللي غيقضيو بها الشغل ديالهم، يعني الماء اللي غيقراو عليه والاشغال اللي خصهم يجلسوا على الاقل فتره ديال 3 ايام في الفيلا ديالها. ما قالوا لها انه ممكن نعيشوا في الدويره الصغيره اللي عايش فيها العساس، وتا هو ممكن يبقى معاك يعني الامن ديالها باش ما تخافش. فهي ما تردداتش 2 مرات، قالت لهم مرحبا غدا ولا بعدو رجعوا عندي، الاهم عندي انه هاد الدار هذه خصها تنقى. هو ما ضحك وقال لها الدار ديالك راه ما فيها حتى حاجه من غير انه عندك واحد شويه ديال السحر والتابعه، وكاين الامر اللي كتقولي بالنسبه للزوج ديالك راني حسيت به مع العتبه ديال الدار، فهاد الشيء كامل غيتحل ان شاء الله. اللي كيهمنا هو انه تولي ان شاء الله بخير، والمقدار ديال الفلوس حنا اللي غناخذو هو كذا وكذا. هنا مراد على ما كيقول ساهي في خطره، ما بقاش كيتواصل مع الناس، ما بقاش كيحدد الثمن، ما كيهضرش بزاف، هو فقط كيقول لهم الشيخ ديالي هو اللي كيقول، الشيخ ديالي اللي قالوا مرحبا به، يعني السيد فقط واحد الدميه بين الدين هذا الشيخ المنصوري.
من بعد ديك الفتره اللي اتفقوا عليها غير رجعوا بجوج هازين السكان ديالهم وهازين الامور اللي خاصه بهم. غترحب بهم هاد المراه اللي هي عبله، وقالت لهم باللي الخدامه كذلك هي والراجل ديالها العساس راه خرجتهم من البيت ديالهم باش يبقاو مرتاحين. قالت لهم الدار داركم، هاد 3 ايام كامله او لا يومين انا غنمشي غنخليها لكم، بامكانكم انكم نتوما اللي ديروا ليها الرقيه ديالها ونتوما اللي تقلبوا اي حاجه احتاجيتوها مني نعطيها لكم. السيده تاقت بواحد الثقه عمياء وداكشي اللي دارت. فهي مشات زادت بحالها، وصات العساس هو والزوجه ديالو، قالت ليه الا احتاجوا شي حاجه طيبوها ووجدوها وخليوهم هما لداخل وما تزيروش عليهم، يديروا اللي بغاو، بالخصوص انهم يقدروا يسيقوا الدار، يقدروا يقراو عليها. فهادوك الناس راه الثقه من جهتي. فداكشي اللي دار العساس ما هضرش مع هادوك الناس بجوج اللي هما مراد والشيخ المنصوري، خصوصا انه النهار الاول بداو كيرشوا الماء على العتبه، بداو كيقراو القران على الدار، وكيجلسوا في الليل كينعسوا مرتاحين، وكينوضوا في الصباح كذلك كيفطروا وكيكملوا الشغل ديالهم. النهار الثاني فين غيوقع واحد المأساة اللي ما كانش مراد كيتخيل انها توقع عليه شي نهار. الشيخ المنصوري اللي كان على باله انه يدير هو يتلاعب بديك السيده اللي مولات الدار، ويتلاعب بالدار ديالها عن طريق السحر والشعوذه باش يتحكم فيها هي كذلك وياخذ لها الاملاك اللي عندها. يعني السيد طمع في ديك المراه اللي هي عبله، سواء في الماديات ديالها او لا كذلك انه قاعد يتزوج بها. السيد دخلت ليه البال ديالو. هذا الراجل اللي هو الشيخ المنصوري ما كانش واحد الانسان اللي بسيط، واحد الانسان اللي كان متمكن في هذا العلم وكان من اكبر النصابه. فاللي غيوقع الخدمه ديالو كيحاول يخدم وباش انه يتملك ديك الدار، يخليها تسكن بواحد النوع من الجن، هذاك الجن اللي غيتحكم في هذه المراه عبله وغتخليه دائما محتاجه لهذا الشيخ المنصوري تعيط عليه باش يفك ليها الامور اللي غدوز منها. فهو هنا استعمل واحد النوع خبيث من انواع السحر اللي خلى مراد في ديك اللحظه مباشره كيحس باللي الدار كتصغار وكتضيق عليه، يعني ولا كيحس براسو في الصندوق وماشي في دار. الامر اللي خلاه كيشوف البيت والابواب ديالها كيقربوا ليه وكيبعدوا، يعني السيد ولا في واحد الابعاد اللي ماشي هي البعد الحقيقي ديالنا. هنايا غينهار مراد، غيتخلع وغيبقى ينتف في راسو وغيطيح بدون ما يدرك او لا يشعر، لانه هادشي اللي شاف ما كانش عادي او لا طبيعي. الطيحه اللي غيطيح مراد على راسو، هنايا شنو غيفكر هاد الشيخ المنصوري مباشره. هنا الشيخ المنصوري فهم وعرف بانه الامور خرجت على النصاب ديالها وما بقاش قادر يتحكم فيها، بالخصوص داكشي اللي وقع لمراد والدم اللي كيطيح منه. فهو خاف وعرف وقال باللي ممكن انه تكون وقعت شي حاجه، فخصو ياخذ اي حاجه عندها قيمه في الفيلا ديال عبله ويخرج بحاله في اقرب وقت. يعني غيقلب على ذهب او اي حاجه مهمه ياخذها ويشفرها ويزيد ويخلي الامور كما هي. داكشي اللي دار الشيخ المنصوري، بقى كيقلب قنت بقنت اي حاجه عندها قيمه وفساويه فلوس كيهزها وكيحطها في الخنشه ديالو وخرج زاد مع الباب. مع الدوره غيبان ليه العساس خونا خارج هارب وغير بوحدو، غيدخل للدار ديال السيده عبله وغيلقى مراد مفرش في الارض وكله دمايات، وهو كيقفقف غيهز التليفون غيصوني على البوليس وغيصوني على مولات الدار اللي هي عبله وغيحضروا بجوجهم. هنا مراد الحمد لله ما وقع ليه شي حاجه كبيره، فقط الطيحه اللي طاح على راسو كانت صعيبه شويه على الدماغ وعلى الراس ديالو، ولكن ما وقع ليه والو. فاللي غتقول لهم السيده عبله واللي غتحكي للشرطه هادشي كامل كيفاش من الاول حتى الاخير ديالو. هنا البوليس غيقلبوا على الشيخ، وكذلك مراد من بعد ما فاق من الصدمه اللي كان وقع فيها غيعاود كل شيء ببساطه، لانه ما بقاش عنده ما يخسر. السيد من انه كان باغي يربح فلوس في اللايفات ويفهم شويه الامور في العلم، لقى راسو مع مافيا او عصابه ديال الناس اللي متمكنين واللي كذلك كيقوموا بالنصب والاحتيال. البوليس من بعد ما غيشدوا الشيخ المنصوري وغيحاكموا معاه كذلك مراد، غيلقاو بانه هذا الشيخ المنصوري عليه دعوات من قبل، الناس كانوا ديجا تشكاو منه قضايا بزاف ماشي وحده وماشي جوج، وهذا الشيء اللي خلاه انه يغرق في الحبس. وكذلك غيدخل معاه مراد ولكن بفتره اللي هي قصيره، لانه مراد كذلك تشخص بانه نفسيا كان مريض نوعا ما، خصوصا داكشي اللي كان كيدير ليه هذا الشيخ المنصوري. هنا الشيخ المنصوري في الحبس كان عارف راسو مطول المده وما غيخرجش على سنين، فحشم على عرضه كما كنقولوا، بقى فيه مراد وعطاه الطرق اللي غيدير من بعد ما يخرج من السجن باش انه يفك السحر الرصد اللي كاين عليه واللي دارو هو بيديه. وحاول ينصحو بنصيحه وحده بانه هاد الطريقه هذه ما كتخرجش خصوصا الناس اللي كيديروها في الشر واللي كينصبوا على عباد الله. وهذاك الشيء اللي دار مراد من بعد الخروج ديالو توجه للناس اللي غيداويوه عن حق واللي داووه بصح نيت بعد مده اللي هي قليله، ورجع كيكمل الدراسه ديالو من بعد سنوات ما توقف عليها، والارباح ديال الفلوس اللي كان خداهم كاملين مشاو ليه. دوز فتره طويله في السجن وخرج
وعرف بانه الدنيا والحياه ما كتمشيش بالعقل. الا كان العقل ديالك ذكي فخصك تستعمله في الخير وماشي في الشر. حتى لهنا كتكون القصه ديالنا سالات، القصه ديال مراد. اللي بغيكم تفهموا في هذه القصه كامله انه الدماغ ديالك الا كان كيخدم مزيان وكنتي ذكي فاستعملوه في امور اللي غتنفعك ماشي امور اللي غتجي ضدك وتقدر تخرب حياتك. مان ستوري كترحب بكم كما العاده، الى اللقاء في قصه جديده مره اخرى ان شاء الله.